بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إن ذات المسلمين الذين طالبهم الله بالوسطية والاعتدال في كل شيء أمرهم بالأخذ بمناهج العقل، وأمرهم أيضا أن لا يهملوا عاطفة القلب، أمرهم بالتعقل وإعمال منهج الحكمة، كما أمرهم أيضا بالغيرة على دينهم، أمرهم أيضا بأن ينددوا بمنهج العنف والإرهاب، ولكن أمرهم أيضا أن ينددوا بالإساءة إلى مقدسات المسلمين. وإن على رأس هذه المقدسات حرمة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم فوق النقد، وهو عليه الصلاة والسلام فوق حرية التعبير. فهل يمكن أن يطال أحد نور الشمس عليه الصلاة والسلام؟ من حكمة ما أودع الله فيه أن محاولة الإساءة إليه تنقلب إلى مدح له، وتنقلب إلى اتباع له وتصديق لدينه. حسان بن ثابت هو ذاك الشاعر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرعا من كل عيب. يا حبيبي يا رسول الله، خلقت مبرعا من كل عيب، وحلاك الإله بما يشاء. هذا الشاعر في جاهليته قبل أن يسلم أعطته قريش المال كي يهجو النبي صلى الله عليه وسلم أيها الغرب، فلما مكث على ربوة ليرى النبي صلى الله عليه وسلم يمر حتى يشاهد عيبا واحدا فيه ينقد به أو يذمه به، فلما مر جميل الشيم ولما مر مصباح الظلم وضع حسان كفه على وجهه وعينيه، لأنه لم يستطع أن يتحمل نور وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال وهو يشاهد بدر التمام ونور الظلام وسيد ولد عدنان، قال: فلما رأيت أنواره سطعت، وضعت من خيفتي كفي على بصري، خوفا على بصري من حسن صورته، فلست أنظره إلا على قدري. روح من النور في جسم من القمر، كحلية نتجت من الأنجم الزهر. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين. لكن اجتمعنا اليوم لهدف عملي ومنهج تطبيقي، كيف ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، هل يعقل أن ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نخالف منهجه؟ لا. نفترض جدلا أن رجلا وحاشاه صلى الله عليه وسلم اتهم بالعنف، وأتباعه يدافعون عنه بتوحي منهج العنف، فهل تراهم دفعوا عنه التهمة أم ألزموه التهمة؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم. ثانيا، رسول الله أوذي في حياته وأوذي بعد مماته، وأشد الناس بلاء الأنبياء
ثم الذين يلونهم. فأعمل فقه المآلات والعواقب. هذه المجلة كانت تنشر ب40,000 نسخ، بعد الحادثة أصبحت تنشر ب7 ملايين نسخة، فهل المسلمون فائزون؟ كان صلى الله عليه وسلم يدافع عن نفسه وعن حرمة الإسلام بعدم الإضرار بمصالح المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، وبعدم تشويه صورة الإسلام التي هي رأس مال الدعوة المحمدية. ختاما هذا الغرب الذي يتخبط في الشهوات وأطفأت ظلمة الشهوات نور عقله، ألسنا مقصرين في دعوته إلى الله؟ اليوم المسلمون مطالبون بالقيام بنقدهم الذاتي وبإصلاح أخطائهم. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. ومن أراد الإسلام بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.